طب اطلع اقول لك ايه والله. والله العظيم اطلع اقول لك ايه، دي خيبه يا معلم، اقسم بالله دي ريال مدريد دي، والله العظيم انا مش عارف. عارف بيفكروني بالجالاكتيكوس في 2004 كده 2003. كان عندهم فريق جامد قوي 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 قدام، بس ورا عندهم شوربه. اه والله دي شوربه، ريال مدريد دي شوربه والله العظيم. انا مش عارف بيريز ده بيفكر في ايه. ما اعرفش، الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان احنا خوسانوف ده عرفنا نخطفه منهم. بس انا مش عارف يعني هم ايه ده، إيه الفريق ده يا معلم، بتلعب قدام برشلونه باتنين بس في خط النص. يا سلام، يا سلام. والوحيد اللي من الهجوم بيدافع هو رودريجو، يعني جوب بلينجهام ما بيرجعش. يعني انت في الاخر سايب بيدري وجافي وكاسادو عليهم هم. الله، ده انت حنين قوي حنين قوي. وسبحان الله النهارده يعني ايه الفرق اللي بيطرد منها لعيبه بتكسب. يعني مانشستر يونايتد وارسنال سبحان الله دالوت يطرد ومانشستر يونايتد يكسب. النهارده تشيزني يطرد في ماتش في ريال وبرشلونه ويكسبوا. سبحان الله سبحان الله والله. طبعا كده كده الراجل ده انا مش عارف هو كان بيفكر في ايه. يعني هو الراجل جات له فرصه ان هو يلعب، قال لك بقول لك إيه يا عم، ما انا قاعد على الدكه وبقبض وكده كده خير هخرج اشرب لي سجاره ورايح اموري. قام دخل شنت في امبابي على طول، ما فيش. اقسم بالله ايه ده يا معلم، إيه ده مقص شوارع ده يا باشا، تعمل ايه يا باشا، ايه ده. طبعا معاك جهاد العمري فهنتكلم كوره. تعالى بقى نطلع نتكلم على حديث صغير، يعني صغير، انا عارف انت مش متعود عليه قوي يعني بره السيتي. بس نطلع نتكلم على الكلاسيكو اللي في السعوديه، اللي في جده، السوبر كوبا اللطيف ده. ونطلع نتكلم كده بسيط كده عن ايه مباراه ارسنال ومانشستر يونايتد، واموريم بيلعب الماتشات الكبيره بس وبيريح في الباقي، معرفش ايه ده. يلا بينا نبتدي، بس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا. والله بص، يعني انا عمري في حياتي ما شفت فريق ممكن يكون متقدم في اول 5 دقائق ويتلزق 4 الشوط الاول. انا ما فهمتهاش، يعني انا مش فاهم. هل يا ترى هانزي فليك ده عبقري وعقليته عبقريه وعقليه برشلونه دي كلها عبقريه، ولا انشيلوتي ضاربها صارمه ومش دريان بالدنيا؟ اقسم بالله يعني انت يا معلم، لا انت لو انت مش قادر يا معلم روح اشتغل لك شغلانه تانيه. حرام قوي ان انت يبقى معاك فريق زي ده وفريق الاحلام عندك، كل واحد قدام ممكن يبقى هداف فريق، فاهم، هداف بطوله لوحده. اه والله كل واحد فيهم يطلع لك اخر الموسم ب 50 60 جول. انما انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ تعال اقول لك الخطه، تعال اقول لك هانزي فليك عمل ايه، تعال اقول لك انشيلوتي. يعني ممكن هو ما عملش ايه، هو ما عملش، هو كل حاجه عملها غلط. حضرتك في حراسه المرمى شيزني، كوندي على اليمين، جنبه كوبارسي، جنبه مارتينيز، وعلى الشمال بالدي. في خط النص كاسادو، جافي، بيدري. قدام عندك على اليمين لامين يامال، على الشمال رافينيا، وقدام ليفاندوفسكي. الخطه الطبيعيه بتاعت برشلونه بتاعت 4-3-3، والدنيا تمام مفيش اي حاجه. آه، ريال مدريد بقى كورتوا، لوكاس فاسكيز اللي كل مره الواحد على واحد بتاعت رافينيا دي بيهزقوا، كتر خيره يعني راجل كبير. تشاوميني اللي ده ما ينفعش يلعب في مركز شباب، دغري بمنتهى الامانه يعني. روديجر جنبه ومندي على الشمال. في خط النص بقى بص بقى، بص بقى، وبيلعب بمين؟ بيلعب بفالفيردي وكامافينجا بس. على ايه؟ على كاسادو وكافي وجافي وبيدري. انت فاهم انت فاهم التهزيق. بس جود بلينجهام ما بيرجعش، يعني هو جود بلينجهام بيلعبوا مركز 10، الراجل ما بيرجعش، لا ما بيرجعش، انا ما بدافعش. فيني كل سنه وأنت طيب، هيدافع مين؟ مفيش الكلام ده. على اليمين رودريجو اللي هو ممكن ساعات يرجع وساعات لا. امبابي طبعا مستحيل قدام دبابه ما شاء الله عليه، ولا بيرجع ولا حاجه. الراجل يطلع في هجمه مرتده في الشوط الاول في اول 5 دقائق، امبابي تك 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 ياكل بالدي يقوم حاطط جول، تمام تمام مفيش عادي مفيش مشكله. بص بقى، الدقيقه 22، دقيقه 22 الماتش برشلونه ماسك كوره وكل حاجه وبتاع، بس مفيش اي خطوره ولا اي حاجه. يحصل ايه؟ ليفاندوفسكي الراجل الطيب يقوم نازل يسحب تشاوميني زي اللوح لخط النص. اخد تشاوميني، انا ما اعرفش انت ازاي بتفكر في كده، اقسم انا ما اعرفش تشاوميني ازاي اتسحب فاهم من دماغه. ده اكيد اقسم بالله، يعني دي مش دماغ، دي لحمه راس، اقسم يعني هو شال دماغه وحط لحمه راس في مكانها. لان اكيد ده مش لعيب بيلعب في ريال مدريد. الراجل يطلع يتسحب معاه لغايه خط النص. يقوم واخد الراجل مستلم الكرة ومديها لامين يامال في ظهر بقى ايه مندي، والراجل يقوم زي الكرة يقوم واكل معاه روديجر، وخلاص كل سنه طيب جون. عادي، عادي، سهله سهله وبسيطه، سهله وبسيطه، فاهم يعني عادي. يعني نفسي ايرلينج هالاند مثلا يعمل واحد زي ليفاندوفسكي كده. قال لك الراجل ده هيشطب كوره. ليفاندوفسكي مين اللي شطب كوره يا معلم؟ ليفاندوفسكي مين اللي شطب كوره التيل؟ لا، ده حتى هانزي فليك الراجل بيقول له بص انا هلعبك الماتش كله. ازاي يا حاج، انا راجل كبير. لا ما هو انت بص، انت حضرتك هترجع ورا خطوه،
تمام، تبقى انت اللي على الدايره في لما انت الكره ما تبقاش معانا، واللي هيجري مكانك هو رافينيا، هو اللي هيغطي يمين هو اللي هيغطي في النص وهو اللي هيغطي شمال. عادي عادي، ورافينيا يخرج الشوط الثاني عادي، وينزل مكانه بقى فيران توريس، ينزل مكانه اولمو، مش هتفرق. بس هو في الاخر ليفاندوفسكي ده راجل متساب، الراجل هيفضل قاعد، الراجل مرعب. بس بعدها حضرتك تيجي الاصابه لمارتينيز، يخرج وينزل اروخو، الراجل المفروض ان هو جاله يعني عرض من اليوفي، وتقريبا برشلونه هتخلصه. تيجي حضرتك ركله جزاء الدقيقه 36 لليفاندوفسكي، الراجل يسجلها، نتيجه 2-1 لبرشلونه. فجاه لقينا ريال مدريد عمل كده. والله العظيم هي كده حضرتك. والله العظيم. بص، انا اول مره في حياتي اشوف كوندي بيعمل حاجه عليها القيمه. بصراحه يعني، بصراحه والله، يعني ماتش ليجانس الراجل مثلا مضيع له مثلا بتاع 6 جوان. الماتش ده بقى قرر ان هو فاهم هيبقى ايه، هيبقى كفو الراجل يرمي كروس من نص الملعب، تنزل فاهم لرافينيا واحد على واحد، تك جول عادي. طب ما من الاول، ما من الاول ما انت فين يا معلم من الكلام ده؟ فين؟ 3-1 النتيجه وسهله ومرتاحه. الشوط الثاني يدخل؟ لا ما يدخلش. الدقيقه 45 بعدها بقى ب 10 دقائق، ده كل ده الشوط الاول. الدقيقه 55 من الشوط الاول، لان الماتش ده كان فيه شويه تربات يعني. بالدي، الراجل يعني رافينيا ياخد الكوره يقعد يلعب شويه مع لوكاس فاسكيز، هجمه مرتده، تك 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 تك، بالدي يفتح له يقوم مديها له، الراجل يشوط. كان جاله قبلها واحده ب5 دقائق وضيعها. فرافينيا قال له ما تزعلش نفسك، انا هديك اختها. الراجل اخد اختها وسجلها على طول، سهله سهله والله. انا بس ما اعرفش ريال مدريد كل ده هم بيعملوا ايه. انشيلوتي قاعد بيتفرج على الخط النص بتاعه وبيتهزق، مفيش غير فالفيردي ومفيش غير كامافينجا اصلا مش دريان بالدنيا. فالفيردي يا عيني قاعد بياكل نجيله رايح جاي رايح جاي. جوب بلينجهام قاعد مهوي قدام. رودريجو على الله مره او مره لا. فيني مفيش. امبابي ايه يا جدعان؟ هو انتوا بالسؤال بس، انتوا دافعوا بالاربعه؟ ده اصلا تشاوميني مش دريان، ولوكاس فاسكيز كل سنه طيب، يعني الراجل كتر الف 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 خيره. بتعمل ايه ده؟ ايا كان ايا كان. بص بقى، بص بقى انشيلوتي، دخلنا الشوط الثاني، قام نازل سيبايوس وقام مخرج مين؟ كامافينجا. الله، ايوه كده، ايوه كده. حسيت ان كامافينجا مش دريان، تمام. فانت برضه هتعمل نفس القصه، يعني انت هتلعب برضه بجود بلينجهام قدام ما بيرجعش، تمام مفيش مشكله، دي بتاعتك. الكره تيجي لفيني على الشمال، الراجل يرفع كروس، رودريجو يحطها فيرست تايم، الكره تخبط في العارضه، هو يعمل من هنا كده. الكره اللي بعدها على طول، بعدها بتبص بكام ثانيه، رافينيا تجيله الكوره، هجمه مرتده بعد الثروهايه عالميه من كاسادو. ايه ده يا ابني؟ خد تسقيفه. والله العظيم اقسم بالله، جون. رافينيا النهارده جونين واسيست، ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ بعد كده بقى يكتشف ان هو ايه، محتاج ان هو يقفل ويلم الفريق بتاعه شويه، وخلاص بقى انا هخرج بقى بال5-1 وخلاص. تمام. يقوم منزل اسينسيو ومخرج لوكاس فاسكيز، يقول له بص رافينيا مبهدلك، رافينيا مبهدلك قوي. بس الراجل يخرج مفيش اي مشكله. بعدها تيجي هجمه لمبابي في الدقيقه 56، يطرد على حسابها شيزني. الراجل يقول لك انا محتاج اطلع اشرب لي سيجارتين واريح دماغي، لان بصراحه الشغلانه دي مش شغلانتي وخلاص. الراجل بينيا ينزل، يعني بينيا ده ينزل من هنا، الفاول رودريجو، الراجل يشوط الكره تك ترشق في العارضه بجون. النتيجه تخلص 5-2. كل اللي بعده بقى هلك، لان انت كده كده كل اللي انت بتتكلم فيه ملوش اي لازمه. لان هو اصلا انت بعد الطرد برشلونه، انت بقى قلت يا خبر ابيض لحسن يتعمل علينا بقى ريمونتادا وتبقى ايه. وعارف بقى ريال مدريد ان في اخر 10 دقائق ممكن يلم الدنيا، فاهم؟ 3 اجوان تعادل عادي، بقى تبقى بتلعب ماتش باسكت، مفيش اي مشكله. بس مفيش الكلام ده، انت بتلعب حضرتك في الاخر هانزي فليك، واحد بعقليه هانزي فليك، واحد بعقليه ان انت عندك عيال صغيره عايزه تحقق حاجه وعايز تعمل لنفسها تاريخ. في كل فرقه الكلاسيكو دي كلها محققه كل حاجه ما عدا مبابي. هو الراجل هو اللي قتيل. بس انت في الاخر بتلعب عيال، من الاخر سوري في الكلمه، جعانين جعانين والله. يعني لامين يامال ده 17 سنه، هينزل فاهم ياكل الدنيا 7 8 سنين على الاقل، بعد كده بقى يبتدي يريح شويه يلعب على الهادي كده، فاهم؟ لما يبقى في سن مبابي كده عجوز كده. اه والله. عندك بيدري وجافي وكاسادو، ايه الناس دي؟ اه والله. كوبارسي، ايه ده؟ بينيا الراجل اللي جاله فرصه من ذهب، وشيزني كمان ساعده اكتر، فاهم؟ يعني اللي هو قال له بقول لك ايه يا معلم، انا اصلا انا هخرج من الحسبه خالص. النهارده الراجل ايه ده يا معلم؟ يا معلم انت لعبت ماتشين ثلاثه بس، مش عارف تلعب كوره اصلا. كتر خيرك بقى فاهم؟ سيبها، سيبها واقعد بقى ايه، اشرب لك شيشه كده ولا فاهم، شد لك فيب ولا اي حاجه وريح دماغك. بس تنتهي السوبر كوبا لبرشلونه، وبرشلونه يفوز، وبرشلونه
يبين للناس ان هو الماتشات الكبيره كلها هيبقى موجود. يجي يخسر من ليجانس، ويجي يتعادل مع ريال بيتيس، ويجي يعمل حاجات غير مفهومه مع اي فريق، مع لوس بالماس ويخسر. عادي، كل ده بالنسبه لهم عادي، طلع نقط حاجات عادي بالنسبه لهم. بس ريال مدريد واكلك في سانتياغو، وواكلك في جده، يعني لسه فاضل الكامب نو. وسلام بقى لو قابلك في اليويفا مثلا، ولو قابلك في الكاس، يا خبر ابيض. ايه ده، ايه ده والله. ده ممكن ياكلك كميه اقلام كتير قوي قوي. خلي بالك، ده بيريز ده اقسم بالله الراجل، بص يا معلم، دي لعنه. اقسم بالله حقيقي. حقيقي فكره انك تروح تتفق مع اللعيب من ورا الفريق، وبقول لك ايه، ما تجددش وانا هاخدك واظبط لك واعمل لك واسوي لك وتاخد مكافاه تعاقد. اهو امبابي بص من اول لما جه مفيش شمام. شمام والله. وارنولد جاي لك الموسم الجاي، والفونسو ديفيز نفس الكلام. مش هتشوف حاجه. حقيقي. حقيقي وفعلا فعلا فعلا نفسي يبقى عندنا الفرصه كمانشستر سيتي ان انا اقابلك في اليويفا الموسم ده ان شاء الله، بعد ما احنا الاثنين ربنا يكرمنا ونتاهل يعني. اقسم بالله ما هنحلك. انسى. انسى، ده جوارديولا شايل لك ايه، وانت اصلا ما عندكش فرقه اساسا. كل سنه طيب، الاربعه اللي قدام دول مش هم اللي هيسعفوك يعني. ده اول مباراه. طبعا ما تنساش تعمل لايكك وشيرك وسبسكرايبك. بس مش عايز اتكلم اكتر من كده. مباراه بقى ارسنال ومباراه مانشستر يونايتد. مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد مباراة طبعا أرتيتا راجل يطلع يقول لك أنا عندي غيابات كتير وفرقتي كلها مصابة، وساكا الجولدن بوي مش عارف تعبان، وإحنا في فترة بناء، وإحنا لسه محتاجين مهاجم. طب أنت تقعد تطلع كل موسم تقعد تقول لي أنا لسه محتاج مهاجم، بقالك 4 مواسم عايز تجيب مهاجم. إيه بتخلله؟ ما توجعش قلبنا بقى، ما توجعش بقى دماغنا بقى. وجعت دماغ الأرسنالوية والله. عارف المدفعجية دول تعبوا. تعبوا منك والله العظيم. أي كلام. أنت بتقول أي كلام. اي كلام والله. يا باشا يلعب الماتش، مفيش اي مشكله. الراجل روبن اموريم ده، هو بالنسبه له خطه اللي هي عارف انت اللي هي الثلاثة 6 1 دي، بالنسبه له هي دي العظمه. هو الراجل كده. هو الراجل بيلعب بالستايل ده، اللي هو 3 4 2 1. هو بالنسبه له بتمشي كده. هو كل مباراه عنده كده، وما فيش حد بقى بيعرف يلعب قدامك الفرق الكبيره ولا مش عارف يعني. يكسب السيتي، يتعادل مع ليفربول، يكسب ارسنال. ايه يا معلم، في ايه يا معلم، انت هتيجي توقع الفرق الكبيره ولا ايه؟ هو الراجل جاي يعمل كده يعني. عادي ممكن يخسر من ابسويتش وليستر، بس يلعب معاك انت. هو الراجل دماغه كده. مفيش مشكله. لعبت حضرتك، دخلت الشوط الثاني، برونو فرنانديز حط لك واحده في ناس كده، اوف. ايه ده. 1-0. بعدها بثلاث اربع دقائق الصراحه الراجل ده في الدقيقه 68 راجل محترم، ولا الدقيقه 62 راجل محترم جدا. يقول لك لا لا لا، انا هاخد الانذار الثاني واتطرد. الراجل ياخد الانذار الثاني ويتطرد، وتلعب ناقص واحد، وساعتها بقى ارسنال يبتدي يلعب عليك ايه ويعمل عليك النمره. يتعادل ارسنال بعدها ب4 دقائق بالظبط، وتبقى النتيجه 1-1. بعدها يجي لهم ركله جزاء عن طريق الحاج الراجل الطيب الكباره هاري ماجواير، اللي هم محتاجين حقيقي يودوه اي مقلب زباله يلعب مع تشاوميني. يعني هو يروح هو وتشاوميني وكامافينجا ولوكاس فاسكيز، ما هم الاربعه فاهم، يدوروا لهم على واحد خامس ويلعبوا بقى خماسي. ويريحوا نفسهم ويريحونا والله. بس الراجل تك بيلن. وبقى خناق بقى، وراح يضرب الحكم وبتاع. واد مجنون والله، انجليزي مجنون والله العظيم. بيلن ياخدوها ارسنال. اوديجارد يضيع الكوره، والراجل الصراحه حارس المرمى يصدها وتصدي كويس. تخش بعد كده بتحاول ان انت يحاول الارسنال ان هو يكسب، مش عارف يجيب جون خلاص. دخلنا يا باشا، وصلنا لغايه بنالتيات. 5-3. 5-3. وارسنال يخرج. هتقعد تبني لحد امتى؟ انت طلعت عين الناس. معاك بدل الفريق، يعني بدل الفريق عندك فرقه تانيه. بتعمل ايه بقى؟ انا مش عارف انت بتعمل ايه. اقسم بالله. كنت جاي ناوي تاخد عمر مرموش تضيعه. ناوي تضيع ابننا؟ لا يا حبيبي. لا، خليك عندك. احنا ناخده احنا واحنا نتصرف. مالكش دعوه. لعبه الدوري دي مش بتاعتك والله العظيم. لعبه الدوري دي ما بتاعتك. لعبه الدوري دي كانت ايام الانفنسبلز. كتر الف خيره ارسن فينجر، كان معاه بقى ايه تيري هنري، ومعاه بيركام، ومعاه ناس محترمه. انما والله العظيم اقسم بالله والله، لما بتحتاج فرقتك ما بتلاقيها. اقسم بالله انت اللي دافعك الكورنرات. والله العظيم اقسم بالله غير كده مفيش. وانا عندي سؤال صحيح، هو ايه حوار الموضه بتاعت ان كل واحد دلوقتي يجي يرفع الكورنر يحاول ان هو يحطها في الجون؟ هو فيها يا جدعان؟ اقسم بالله. ده انا مش عارف. ده على فكره يونايتد هي اللي كانت بتعمل فيها كده يعني فاهم. كونيا وسون هم اللي عملوا كده. كله بقى بيحاول يعمل كده. هي الدنيا بقت سهله قوي كده. مش عارف انا والله العظيم ايه ده. طبعا هارد لك لكل المدريديستا.
الناس اللي مش هتعرف تنام النهارده، الناس اللي هيتعمل عليها حفلات لغايه آه، الكلاسيكو الجاي لو عرفوا يكسبوا، بس بقابلني. والف مليون مبروك لاي حد بيشجع بارسا. الصراحه تستحق، وتستحق جدا انك تتبسط، وتستحق جدا جدا انك تبقى فخور بالفرقه بتاعتك، بس تستحق جدا انك تخاف من اي مباراه سهله بمنتهى الامانه. وبس كده، مش عايز اي حاجه. اتمنى انك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. مع الجاد العمري فهنتكلم كوره. مش عايز حاجه.